حطها في الجول يا رياض. با 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 جول. حطها في الجول يا رياض. حطها في الجول. حطها في الجول يا رياض. حطها في الجول. هذه الجزائر التي تنتصر. هذه الجزائر. والاصرار وبليلي تعدي. ادي امامنا رياض. رياض يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي على المتعه والروعه. كرة القدم تكافئ من يعطيها. الكرة بتحبك يا رياض واحنا بنحبك يا رياض. والهدف ايه؟ الهدف الثاني. رياض محرز. رياض محرز بقى هو مرر في الاولى لبغداد وبغدادنا وقعدنا مبسوطين وسعداء، لكن لما رياض يسجل الوضع بيختلف. كرة رياض صحيح لمست في احد رياض محرز في انطلاقه في المساحه اللي بيحبها وهي بتحبه. بيحبها وهي بتحبه. علاقة الحب المتبادلة ما بين رياض والكرة وحب الجماهير ورضا ربنا عليه في هذه الكرة وهذه اللقطة. كلما سجل رياض كلما أشعل الملعب والاحتفالات في فرنسا وفي أرجاء أوروبا وفي أرجاء العالم وعنابة ووهران. رياض محرز كمان وكمان في هذه المباراة في الدقيقة 65. كلما وصلت الكرة لرياض كان في المرمى هدف يا رياض. الكرة من جانب رامي بالسبعيني لرياض. رياض محرز في اللقطة الماضية. جول 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 ثاني للمنتخب الجزائري عن طريق رياض محرز. بمثل ما كنت أقول منذ بداية المباراة، تنظيم رائع جدا للمنتخب الجزائري، تنظيم مميز جدا في هذه المباراة. لا تعكس تماما الدقائق الماضية كما سبق وأن قلت تماما قبل اللقطة بأن الرغم لعب المنتخب رياض رياض با 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 جول. حتى في أسوأ أحوالك يا رياض دخل فمرر. عادت فتوغل. راوغ فسجل الهدف الثالث للمنتخب الجزائري من رياض محرز بإبداع وبروعة. يا سلام. كثيرا سفيان فخوري عنده الكرة. هي ممتازة لرياض. لم يكن عليك ان تقلق كثيرا لان الهدف كان سياتي. كان هدفان مقابل صفر. هدف في الدقيقه الاولى وهدف ثاني في الدقيقه الاخيره. رياض يستلم باليسرى ويسدد باليمنى. الثنائيه للخضر. يا لك من سفيان هذه التمريره الرائعه. رياض باليمنى يسجل وباليسرى يمرر ويراوغ ويستلم ويراقب. وانطلاقة أخرى. ياسين برايمي لم نراه منذ مدة، ولكن لما يظهر يقدم كرة للثاني. وكأنه يختار الأوقات التي يسجل فيها. هنا عاد إسلام سليماني يقدم كرة لرياض محرز بدقة. هنا بقوة يسجل الهدف الثاني. ما أصبحنا نملكه يا يونس بكل بساطة أننا نملك مهاجمين. هنا اللي قلت ياسين برايمي لا يظهر، ولكن لما يظهر طالب اليوم بالفوز بهذه المباراة. أخرى ياسين ياسين وصل عليه غلام. كرة صعبة للمنتخب الجزائري. فوزي غلام لمحرز. جول 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 جول. عالم يا رياض. عالم يا رياض. جول. ثالث أهداف المنتخب الجزائري. أهداف
أهداف عالمية. ياسين فعلها من هناك ومرر لغلام، فوزي يمرر لرياض يسجل الهدف الثالث للمنتخب الجزائري، هدف الرابع في 22 مباراة بالثلاثية بالثقيل يقصف المنتخب الجزائري اليوم. أوب يا ياسين ماذا فعلت؟ أوب يا ياسين ماذا فعلت؟ مراوغة عالمية من ياسين وانطلق فوزي غلام، حطها على طبق لرياض، بوم يا رياض في الزاوية اليمنى، الزاوية التي يسكن فيها إبليس، الزاوية التي لا تصد فيها الكرة ولا ترد. 3 أهداف مقابل 0 للجزائر أمام تنزانيا. هذا هو المنتخب الجزائري الذي نبحث عنه، هذا هو المنتخب الجزائري الذي نريد. رياض يستعد، رياض جول عالمي هذا الجول يا رياض، جول 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 جول. من أين لك كل هذا يا رياض؟ حطها في الزاوية التي يسكن فيها إبليس، في الزاوية التي لا تصد ولا ترد. رياض محرز يسجل هدف من أروع ما يكون. بتاع الجزائر توزيعة ممتازة وتدخل من الإسلام